ترتيب الدوري الجزائري أو الرابطة المحترفة الجزائرية. مولودية الجزائر في الصدارة بعد 14 دورة ب27 نقطة. يليه في الصف الثاني شبيبة القبائل ب25 نقطة. شباب بلوزداد في المركز الثالث ب23 نقطة. ثم نادي بارادو ب23 نقطة. ثم نادي الرياض القسطنطيني 23 نقطة. اتحاد الجزائر 21 نقطة. وفاق الرياضي للصيف 21 نقطة. جمعية أولمبي الشلف 20 نقطة. اتحاد خنشلة 20 نقطة. مولودية البيض 19 نقطة. مولودية وهران 18 نقطة. أولمبي أكبو 17 نقطة. شبيبة الصاورة 16 نقطة. نجم المقرة 15 نقطة. واتحاد بسكرة 12 نقطة. وفي المركز الأخير ترجي مستغانم 11 نقطة. مولودية الجزائر لديه مباراة ناقصة، وقد حقق الصدارة بفوزه ب7 مباريات وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة. كذلك شباب بلوزداد لديه مباراة ناقصة. اتحاد الجزائر لديه مباراتين ناقصتين. واتحاد خنشلة لديه مباراة ناقصة. مولودية وهران كذلك لديه مباراة ناقصة. أولمبيك أقبو لديه مباراة ناقصة. والترجي مستغانم الذي يتدين الترتيب لديه مباراة ناقصة. إذا فاز مولودية الجزائر بمباراة ناقصة سيصبح لديه 30 نقطة ويبتعد في الصدارة على شبيبة القبائل. أما إذا فاز اتحاد الجزائر بمباراتين ناقصتين سيصبح لديه 27 نقطة.